السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. المهم اليوم ان شاء الله نحاولوا كما تيقولوا نضربوا عصفورين بحجره واحده. فموضوع مهم اليوم، علاش؟ لان في الاونه الاخيره ولينا كنريح تنتلقاو اخبار متتاليه، اخبار سيئه، اخبار فيها تشاؤم. وهذا التشاؤم وهذا الشيء شنو تيدير؟ تيرفع لك الطاقه السلبيه اللي ترفع لك الكورتيزول في الدم، تتولي الانسان يعني ستريسي بزاف. وهذا الشيء يعني شنو تيدير؟ تيخليك يعني تهزم نفسيا، تتهزم، ولا تهزمتي نفسيا راه تتحطم وتتفشل، ما تقدرش دير واحد الخطوه في طريق النجاح. علاش؟ لان ولينا مؤخرا خرجت لنا هذيك ليلى عبد اللطيف، الناس بزاف للاسف تتابعوها وتتيقوها بزاف كانها ما تتعلم الغيب، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال لكم: ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى هاد الإنسان إلا جابت لكم مثلا تقرا هذاك الشيء اللي تكتبوا لها وتتقراه في ورقة، فهي مثلا إلا جات هذيك الأمور وقعت على أرض الواقع، ماشي هذا أنها تتنبأ ولا تتوقع، ولا أنها استغفر الله العظيم، أن يعني كأنها جاية بحال تقول لكم أنا تنعلم الغيب، هو بواحد الغطاء ديال التوقع وكذا. ولكن الحقيقة أن الأمر خطير تيمس في العقيدة ديال الإنسان، أن حتى كاع داك الشيء اللي قالت ولا طرا فهو مخطط، غير مخطط، تتخلص عليه واحد القدر كبير ديال الفلوس. الهدف منه الناس يوليو ما يبقاوش يوليو يعني كما قلت لكم ديك النهار، يعني يعني تيدخلوا في واحد المسألة اللي خطيرة وخطيرة بزاف، هو أن الأمور اللي متخصصة بالإله سبحانه وتعالى كأنه يعلم الغيب، حتى الناس يعني ولاو باغيين يضاهيو الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة هذه. فهذه المسألة خطيرة. ولينا كنسمعوا غيوقع زلزال في الدولة الفلانية، غيجي وباء في البلاصة الفلانية، غيوقع حريق في البلاصة الفلانية، غادي ينتشر عليكم الحشرات في البلاصه الفلانيه، وصلنا حتى غادي يموت واحد الانسان في البلاصه الفلانيه. تخيل معايا دابا انت جالس في الدار، ويوميا تيجيو عندك تيقولوا لك غدا غدير كسيده، بعد غدا غادي يتحرق لك ولدك، السيمانه الجايه غادي تموت لك مرتك، الشهر الجاي غادي تريب لك دارك، العام الجاي غادي تفلس ما يبقى عندك حتى ريال. يعني الانسان تيبقى يتلقى هاد الطاقه السلبيه 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 السلبيه، شنو تيبقى عليه؟ تيتحطم نفسانيا، ما تيبقى يدير والو. وهذا هو الخطير في الامر. يعني الامر خطير، ولا يعني ولا مقصود ان الانسان يولي في هاد الاونه الاخيره عايش في واحد الطاقه السلبيه اللي تدمره من الداخل، ولا تدمرتي من الداخل تتموت على جوج مرات. هذا هو الخطير في الامر. فيعني حنا شنو غادي نديرو؟ ما نركبوش على الموجه، هاد الموجة هادي منركبوش عليها، نمشيو عكس التيار. شنو عكس التيار؟ يعني تحاول تعيش حياتك باش ترفع الطاقة الإيجابية، العكس الطاقة السلبية، اللي المصدر ديال الطاقة السلبية هو الشيطان. لأن الصراع ما بين الحق والباطل غيبقى من من الله خلق سيدنا آدم وحواء في الجنة، وكان معهم إبليس. من تما بدا الصراع ومع يسالي حتى قيام الساعة. لذلك الصراع ما بين الحق والباطل غيبقى. الحق والباطل، الحق طاقة إيجابية، والباطل طاقة سلبية اللي أساسها هو الشيطان، واللي بغى يرفعها في الأيام الأخيرة اللي حنا يعني تنشوفوا أننا يعني في آخر الزمان، والأمور يعني بدات تمشي بواحد المسار اللي صعيب وصعيب بزاف. لهذا فيعني خص الانسان كما قلت لكم انا، هذا هو الهدف من كيفاش نرفعوا الطاقه الايجابيه في حياتنا. ما نبقاوش نشوفوا ديك النظره التشاؤميه، نتسناو شنو غيوقع، شنو غيطرا، شنو غيفعل، شنو زلزال كذا، حريق، مرض انتشر، غنغلقوا، غتجي عاصفه شمسيه تقطع الانترنت. ما نبقاوش نديرو.
يعني غتولي مقوقع، يولي عندك اكتئاب، يقدر يوصل بك الاكتئاب الحاد. شحال من واحد عنده اكتئاب سيرتو في اوروبا اللي بعاد على الدين، شحال من واحد وصل عنده اكتئاب حاد، وصلوا للانتحار. وهذاك الشيء اللي بغى الشيطان لعنه الله. انا الا انتحرتي راك عارف المصير ديالك فين. يعني هذا هو اللي بغينا نقولك، خصك تنبه وتفيق، تحاول تخلق في اليوم ديالك من تتفيق تتنعس واحد البروغرام اللي ترفع به الطاقه الايجابيه ديالك. اولا علاقتك مع الله سبحانه وتعالى تكون مزيانه، لان هذا هو الاساس ديالها في الطاقه الايجابيه. الا بذكر الله كما قلنا تطمئن القلوب، الطمانينه ضد التشاؤم. ف يعني كما قلت لكم، تصلح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه، تخلق شي انشطه في اليوم ديالك اللي ترجع لك بالسعاده وبالطمانينه والطاقه الايجابيه. منها وابرز حاجه هي الرياضه. الرياضه دابا ولات اساسيه وضروريه في حياتك. ضروري دير واحد، تخصص واحد الوقت في البرنامج ديالك اليومي تريني فيه. تمشي لاصال، تمشي تجري، تمشي دير المهم شي نشاط رياضي اللي هو مهم بزاف، تترجع مرتاح، العقل السليم في الجسم السليم. هذاك الشيء علاش انايا، هذا هو بغيت نقول لكم واحد الجانب. يعني بحال انا هذا الشيء اللي تندير، يعني مثلا غير في البيت ديالي تنخلق واحد جو رياضي، تنتريني شويه مزيان هنا وتنرتاح. ديك الساعه سير مارس حياتك، سير دير شي نزهات ساهره، عيش الحياه ديالك، ما تبقاش تسنى عداك شنو غيوقع مشيتي فيها. هذا هو اللي بغيت نشارككم معايا اليوم. ان شاء الله اليوم عندي حصه في البيت ديالي، وبغيت ان شاء الله نشارككم معايا في هذه الحصه هذه، ومرحبا بكم معايا. خليكم معايا. بسم الله. بسم الله. بسم الله على المطريه ديال محمد. الله يجعل البركه. الحمد لله على كل حال. المهم
خدمت بجوج انواع ديال الحجر، وحدين خفاف وزن خفيف وحده ثقيله. عندي الخفيف وعندي الثقيل. ودابا كما شفتوا هو هاد الحيط هذا نخدم فيه التريسيبس، تعطي نتيجه زوينه الحمد لله، يعني داكشي لاحظتو. المهم انا من هادشي كامل، سواء كان عندك ماتريال او ما كانش عندك ماتريال، او كانت عندك امكانيات او ما كانش عندك امكانيات، المهم كما قلت لك حرك الدورة الدموي ديالك، وتحرك راه بالحركة بركة، وما تعطيش فرصة للأفكار السلبية تسيطر عليك، تبقى مريح، عطيها النعاس والخمول والكسل. هذا يعني ترجع لك بمسألة ماشي إيجابية. المهم تحرك بأي طريقة بأي وجه كان، والعقل السليم في الجسم السليم، ديما عقلك تكون مزيان باش تكون مرتاح. بسم الله. كما شفتوا هنايا كاين درت تقريبا 3 طبقات ديال الحجر هنايا، بغيت نعليه من الارض بزاف. علاش؟ باش ملي تستخدم السدر هنايا بشي حاجه عاليه، ملي كيهبط السدر لتحت تيلقى ديك الخويه لتحت، تيهبط مزيان، تيتحل السدر مزيان وتستخدم جميع الزوايا. انا تندير هاد الطريقه هادي ومزيانه، عاطيه نتيجه زوينه. بسم الله. المهم الحمد لله الحصه ديالنا سالات الحمد لله. آه، دوشنا وجدنا الماكله ديالنا، هذيك الراحه اللي تتحس بها من بعد ما تتريني، هذيك هي المطلوبه واللي تنقلبوا عليها، هي اللي ترفع لك الطاقه الايجابيه ديالك وتخليك تنتصر في معركتك مع الشياطين. آه، وهذا باب ديال انك تريني يعني وتعطي لنفسك حق ديالها، لان لنفسك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. هذا باب كما قلت لك، كاين ابواب كثيره كيفاش تخلي راسك عايش مرتاح سعيد فرحان بعيد عن الضوضاء ديال هادشي اللي تيوقع دابا. ما تشائمش، ما تفتحش الباب ديال الطاقه السلبيه، ما تعيش كئيب. حاول تخلق لراسك سعاده، لان ما خلقتيهاش لراسك راه ما تخلقش لك، لان عاد تبقى جالس مقوقع في واحد الباب مغلق، وغتبقى تستقبل الترددات ديال الطاقه السلبيه، وهذا ماشي في الصالح ديالك. كما قلت لك غترجع لك بالضرر. آه، انا دابا الحمد لله من ساليت ودوشت وغادي ناكل، صافي تنحس براسي ما يعني بواحد الراحه وفواحد الفرحه. هاد الفرحه خاصها تاخد واحد الوقت طويل في حياتك. الا خليتي ان اليوم ديالك كله يدوز مرتاح فرحان سعيد، ربحتي.
هذا هو المطلوب اللي بغيت نقول لكم انا في الخلاصه ديال هذا الفيديو كامل. ساعتكم سعيده اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.